اشهر مطعم لبناني بالدوحه من 1960، والقطريين بحبوه اكثر من اللبنانيه. تعال نشوف شو قصته. يعطيك العافيه، نعاد عليك خيي، كيفك؟ عليك العام انتم بخير الحمد لله. شو القصه عاملين قلق انتو بالدوحه من 1960، يعني 66 سنه بالدوحه؟ 66 سنة، انت عم تحكي 66 سنة، يعني نقلنا الطعمة من لبنان على الدوحة بنفس الطعمة بنفس الجودة. زبائننا الكرام من كل المطارح بنجمعهم على سفرة وحدة، الاصحاب والاهل. حافظنا على نفس الطعم من 65 66 سنة لليوم. بشو مشهورين؟ بالحمص، بالفول، بالمسبحة، حلو. بالفتة لبن، عندك المعجنات على جميعها، عندك بيروت بوكس. صراحه انا قالوا لي انه القطريين اكثر من اللبنانيين بحبوا هذا المحل. طبعا لانه نحن قدمنا نفس الاطباق من 65 سنه. ليش سعره هيدا؟ هيدا 12 ريال. حمص؟ 12 ريال حمص، وهيدا؟ مسبح 12 ريال، والفول 12 ريال، فتة 22، عندك زعتر 8، جبنه 12، واللحمه 11. انا الصراحه قالوا لي اكلكم خطير، وانا مجربه الصراحه، اكلهم جدا خطير. يعني طيب وهذا البوكس شو؟ بيروت بوكس، هيدا بيجي مشكل، هيدا عاملينه من جميع فيه متبل، فيه حمص وفيه فول وفيه ميكس وصحن خضره وفيه بقد إيه؟ كاتشب ب 50 حلو ريال. والله، بوكس مشكل للترويقه ب 50 ريال، اطلبوا من عندهم. شو قصة العصير ب 10 ريال قالوا عندنا لي؟ نحن عندنا عصير قصب سكر، وعندنا فريش ليمون. عندنا مين اللي ورا بالخلفيه؟ الحاج محمد والحاج اديب، من اللي اسسوا بيروت، مطعم بيروت. هول اخوه، 4 شباب اخوه. نحن هون 4 فروع، عندك فرع بن محمود الغرافه، وعندك فرع الفروسيه، وجديدنا كان فرع مشيرب. كل الابلكيشن موجودين. مطعم بيروت هيدا حدوق اطيب شاي بالدوحه، تاريخ واصاله وحب ورقي. جربوه واعطونا رايكم بالكومنتات اللي جربوه من قبل. يعطيك العافيه.